تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة في السن، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فكان يراعي فيها ذلك. فجاء صلى الله عليه وسلم مرة من سفر وجلس، فجاءت الريح وحملت الستر، فرأى صلى الله عليه وسلم دما خلفه، فقال: من هؤلاء؟ قالت: هؤلاء بناتي. تعتبر صغيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 20. فقالت: بناتي. قال: وما هذا الخيل؟ خيل بجناحين، ما هذا الخيل؟ قالت: لقد ذكر أن سليمان لديه خيل لها جناحان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مراعاة لحالها وصغر سنها. بل إنه في يوم العيد جاء الحبشة يلعبون في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من النافذة وقال لعائشة: تعالي فانظري. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها ووضعت رأسها عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم متكئة عليه، وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ألعابهم في عيدهم. فلما نظرت قال: أما انتهيت؟ قالت: لا بعد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لأنظر منزلتي عنده. هذا النبي الكريم مع عظم مسؤولياته ومع كثرة مشاغله، إلا أن ذلك لم يشغله عن أهل بيته وملاطفتهم بالحسنى. بعض الناس إن نظرت إلى أعماله وأشغاله وجدتها في الاستراحات بعيدا عن أهله، فإن طلب منه شيء اعتذر بمشاغله العظيمة، وما هي إلا شيء يسير من مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم.